بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا. هنتكلم النهاردة عن موضوع اللي هو تقوية الجهاز المناعي. ده موضوع يهم كل الناس، صغيرين وكبار وجميع الأفراد يعني. هنتكلم الأول عن أسباب اللي هو مشاكل اللي بتسبب ضعف الجهاز المناعي أو نقص المناعة. بعد كده هنتكلم على العلامات وال آه، آه، الحاجات اللي بنشوفها، الأعراض بتاعة نقص جهاز المناعة أو ضعف الجهاز المناعي. وبعد كده الأعراض اللي بتستدعي استشارة الطبيب وزيارة الطبيب، وإيه هي الفحوصات اللي بيطلبها الطبيب مننا. بعد كده مركز بقى على طرق تقوية الجهاز المناعي في في الفيديو بتاعنا. هنتكلم عن العلاجات الطبيعية من حيث نمط الحياة الصحي، التغذية المناسبة ونمط الحياة، العادات اليومية اللي بناخدها. ومن التغذية بنركز عليها أكتر لأنها لها دور مهم جدا، وهنتكلم عن بروتوكول نمشي عليه علشان نقوي جهازنا المناعي. وبعد كده العلاجات الطبية اللي هي تحت إشراف الطبيب، أنواع الأدوية والحاجات اللي هي ممكن نستخدمها. بعد كده بنقول على أطعمة أفضل، الأطعمة الأول اللي بتهيج الجهاز المناعي. وبعد كده نتكلم عن الأطعمة اللي بياكلها أو بياخدها الشخص اللي عنده نقص المناعة. وبعد كده الأطعمة اللي أفضل مشروبات منزلية، أفضل فاكهة، أفضل أطعمة ترفع المناعة بسرعة، أفضل مكسرات. والتقوية بتاعت المناعة في الطب النبوي إيه وإيه، وأقوى أعشاب. بكده نكون بدأنا الفيديو بتاعنا. نرجو في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وأخواتكم. أول حاجة هنتكلم فيها اللي هو أسباب ضعف المناعة. والله ممكن يكون في أسباب أولية، يعني يكون حاجة وراثية، عبارة عن آه، آه، حاجة وراثية، جينات أو حاجات من دي. أو ممكن يكون أسباب سنوية. الأسباب السنوية أهم حاجة نتيجة أعمال، نتيجة بعض حاجات أو عوامل زي الأمراض المزمنة، أمراض السكري، أمراض السرطان، أمراض فيروس، أمراض فيروسية، عدوى، أمراض الإيدز، أمراض بكتيرية، آه، آه، غير الحاجات اللي هي الأمراض المزمنة ديت، اللي هو سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم علشان الجهاز المناعي يشتغل. كمان استخدام بعض الأدوية أو العلاجات الكيماوية اللي ممكن تسبب ضعف المناعة، أو استخدام الأدوية اللي بتثبط المناعة، خصوصا اللي بياخدوها الناس اللي بيعملوا زرع أعضاء. كمان الضغوطات النفسية واللي بتزود إفراز هرمون الكورتيزون باستمرار، وده بيخلي تثبيط للخلايا المناعية. وكمان من سوء التغذية هنتكلم فيها السكريات، الزيوت النباتية، نقص الفيتامينات والمعادن زي نقص فيتامين د. مهم جدا نتكلم عن الفيتامينات اللي بنحتاجها في التغذية وفي العلاج. واستخدام الاسترويد أو الكورتيزونات. طيب، نيجي بعد كده للأعراض اللي هي نعرف بيها أعراض نقص المناعة، اللي هو تكرار الإصابات بالعدوى، سواء عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية. يعني أكثر من 4-5 مرات يجي له دور برد في السنة، زي التهابات الجيوب الأنفية، التهابات الرئة، الالتهابات الجلدية. كمان الإرهاق الدائم والشعور الدائم بالتعب من غير أي سبب واضح. كمان بطء التئام الجروح وبطء الشفاء من الأمراض. بعد كده أو تكرارها بصفة مستمرة، أو مشاكل هضمية مزمنة ممكن تبقى من ضمن الأعراض اللي بنقول عليها. والعلامات اللي هي بتدل على ضعف المناعة اللي احنا قلناها قبل كده،
وبنكرر فيها، اللي هو تكرار العدوى وبطء التئام الجروح وبطء التعافي من الأمراض والمشاكل الإسهال، المساكن، الغثيان، تقلص الألم، فقد الشهية، الجهاز الهضمي، فقد الوزن الغير مبرر، الحمى المستمرة، التعرق، العرق الليلي، تضخم الغدد الليمفاوية سواء في الرقبة أو في الإبط أو في الفخذ، الحمى اللي بتتكرر بشكل متكرر وبوضوح وبتعطي أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا، وال كمان المشاكل المناعية الأخرى اللي هي تكرار الإصابة بالعدوى الفطرية والعدوى الغير شائعة أو بنسميها العدوى الانتهازية، دي بتبقى من ضمن الأعراض. والحاجات اللي بتستدعي الطبيب اللي احنا قلنا تكرار الإصابة بالعدوى وبطء الالتئام وبطء الشفاء ومشاكل الهضم والإرهاق الشديد. فالطبيب بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا تحاليل دم، يشوف الاول صورة الدم الكاملة عشان يشوف كرات الدم البيضاء والليمفوسايتس اللي موجودة فيها. كمان بيقيس لنا الأجسام المضادة، ده زي الجلوبولين المناعي. كمان بيعطي بيدور على السبب، إذا فحوصات الفيروس بتاع نقص المناعة والفحوصات علشان يطلع السبب بتاع نقص المناعة. بعد كده نيجي للموضوع المهم بقى اللي هو ازاي نقوي جهازنا المناعي وازاي نحافظ عليه. اول حاجة اللي هو الحاجات الطبيعية او نمط الحياة الصحي، اللي هو بيبدأ بالتغذية المتوازنة والتغذية الكاملة، واللي بيبقى فيها خضروات وفاكهة، زي طبعا البروكلي اللي فيه فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ه ومضادات أكسدة، والسبانخ اللي فيه فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب، وكمان البروتينات زي الأسماك الدهنية وزي الدجاج وزي البقوليات، دي كلها مهمة جدا عشان تعيد بناء الخلايا المناعية. كمان التغذية اللي هي غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، زي الفيتامين ج اللي موجود في البرتقان والليمون والجريب فروت والفلفل الألوان، الفلفل الأخضر، واللي هي غنية بفيتامين ج اللي بيزود خلايا الدم البيضاء. كمان فيتامين د اللي هو من الشمس أو من الأسماك أو من المكملات أو من بعض منتجات الألبان. كمان الزنك اللي هو موجود في اللحوم والمكسرات وبعض البذور، وكمان فيتامين أ طبعا موجود في الجزر والبطاطا الحلوة، وفيتامين سي الحاجات اللي فيها كاروتين يعني، وفيتامين اي او ه اللي هي اللي هو مهم جدا في زيت الزيتون والبذور، بذور اللاكتين والكتان ودوار الشمس. كمان مضادات الأكسدة زي الزنجبيل وكمضاد أكسدة ومضاد الالتهاب، وكمان الأطعمة تحتوي كمان على البروبيوتيك اللي هو زي الزبادي والمخمر والكفير، ده المهم لصحة الأمعاء. كمان الحاجات اللي فيها بهارات زي الكركم، مضاد للالتهابات اللي فيه مادة الكركمين. دي كلها حاجات إلى جانب نمط حياة صحي اللي هو النوم الكامل والجيد 6 ل 8 ساعات، خصوصا بالليل في وقت مناسب عشان نقوي الجهاز المناعي والجسم يعمل عملية الالتئام الذاتي الأوتوفاجي. كمان لازم نحرص على ترطيب الجسم بشرب المية والسوائل 2 ل 3 لتر في اليوم. وكمان نمارس رياضة، تمارين معتدلة وتمارين متوسطة الشدة عشان نعزز الدورة الدموية، ننشط الخلايا المناعية سواء كانت مشي أو سباحة. كمان تمارين التأمل واليوجا وتمارين التنفس العميق اللي هي إدارة التوتر، إن احنا ناخد نفس
نستنشق نفس خلال 4 ثواني، وبعدين نوقف أو نحتفظ بالنفس ده لمدة 7 ثواني، وبعدين نخرجه بالراحة في 8 ثواني، ونكررها 5-6 مرات في اليوم. كمان نحافظ على الوزن الصحي، كمان نحافظ على النظافة الصحية، غسيل الإيدين باستمرار علشان نقلل العدوى. كان نتجنب إن احنا ناخد أي أدوية أو أي مسكنات أو أي مضادات من نفسنا، لازم استشارة الطبيب. كمان نعمل نبعد عن التدخين، نبعد عن شرب المخدرات، الكحوليات اللي بتضعف مناعة الجسم وتقلل كفاءة الجهاز المناعي. كمان الصيام المتقطع أو سواء الصيام الإسلامي اللي هو بيفيد الجسم بدرجة كبيرة. إلى جانب بنحرص على إن احنا ناخد اللقاحات الموصى بها عشان نعرف الجسم على الجراثيم وندرب جهاز المناعة. كمان بناخد المكملات الغذائية اللي فيها زنك وفيها حديد، فيتامين د، وفيها زيوت طبيعية زي زيت كرب الحوت بعد استشارة الطبيب. دي بعد كده في عندنا البروتوكول بقى بتاعت إعادة ضبط جهاز المناعة اللي احنا بننظمه. ده بيفهم بيعيد ضبط الجهاز المناعي، ما بيهيجوش ولا بيخمده. أول حاجة إنه احنا بنحاول نبطل الالتهابات الصامتة اللي هي بتبقى سبب لإثارة الجهاز المناعي باستخدام الكركم والزنجبيل. تاني حاجة إن احنا بنقضي على الفيروسات اللي هي ممكن تسبب العدوى، أو بنقضي على العدوى الفيروسية إن احنا نستخدم زيت الزيتون. كمان بنقضي على البكتيريا الضارة بنستخدم زيت الأوريجانو. كمان بننظم إيقاع الخلايا المناعية، بناخد عسل السدر وحبة البركة. كمان بننشط الخلايا التائية اللي موجودة في الجسم، وبتطهر الجسم أول بأول من المشاكل زي الثوم وخل التفاح. كمان بنهتم بمثلث الاستشفاء اللي هو النوم العميق، وبعدين فيتامين د مع الزنك مع الأوميجا 3، وكمان البروبيوتيك، وتمارين التنفس العميق اللي اتكلمنا عليه من شوية. في خلطة للمناعة ممكن نعملها بتفيدنا كتير، اللي هي معلقة عسل سدر أصلي مع 7 حبات من حبة البركة أو الحبة السوداء، بنمضغها مع فص ثوم صغير ونهرسه مع معلقة صغيرة من زيت الزيتون، ونخلطهم كلهم مع بعض وناخدهم على الريق كل يوم أو حتى 3 مرات في الأسبوع. وبعدها على طول بنشرب نص كوباية مية وعليها معلقة خل تفاح حر. ده اللي هو خلطة المناعة. بعد كده بنتكلم عن الأطعمة اللي بتهيج الجهاز المناعي عشان نبعد عنها، اللي هي الخضروات الباذنجانية زي البطاطس والطماطم والفلفل والباذنجان. كمان بعض الحبوب زي القمح والرز والشوفان والدوراء. كمان الشيح وحبوب الإفطار الحاجات ديت كلها من الحاجات اللي بتحفز الحاجات اللي فيها جلوتين زي الدقيق الأبيض والمعجنات ده برضك، والحاجات اللي هي فيها زيوت نباتية نبعد عنها. في الطب النبوي تقوية المناعة بتغذية ووقاية، اللي هي الحبة السوداء اللي هي شفاء من كل داء، واحنا اتكلمنا في فيديو سابق عن الحبة السوداء وفوائدها كتير. كمان عسل النحل والتلبينة النبوية اللي هي حساء أو مية الشعير، حساء الشعير بيبقى مهدي ومقوي مغذي. كمان الغذاء والدواء والدهان اللي هو بتاع زيت الزيتون، والقسط الهندي اللي بيقتل الجراثيم وممكن نشربه بالمية شراب أو مع العسل. كمان التمر أو عجوة المدينة اللي فيها معادن وفيتامينات. كمان الطب النبوي لتقوية المناعة بيقول لنا الصيام 3 أيام من كل شهر، اللي هو 13 14 و15 من الشهور العربية.
أو الصيام اللي كل اثنين وخميس، أو كمان إضافة الحجامة برضك بتنظف الجسم وبتعزز كفاءة الجهاز المناعي، إلى جانب النظافة والاعتدال والنوم المبكر والاستيقاظ المبكر، عشان الجسم ينشط نفسه ويعمل عملية الأوتوفاجي أو الالتهام الذاتي وتجديد الخلايا. كمان أهم أعشاب بتقوي المناعة: الزنجبيل بيمنع الفيروس من إنه يلتصق بالجهاز التنفسي. كمان الكركم مهم جدا، في مادة كركمين مضاد التهاب كويس. كمان الزعتر أو الأوريجانو مضاد حيوي طبيعي. الحبة السوداء شفاء من كل داء. المرمية اللي بتخفف احتقان الحلق وبتقوي الجهاز المناعي. الإخناسيا، القرفة، العرقسوس خصوصا في التهابات الجهاز التنفسي. الإشينيشيا اللي بتقوي جهاز المناعة. ف ممكن إضافة، ممكن ناخدهم كشاي، نعملهم زي الشاي، الأعشاب دي زي الشاي، أو نضيفهم للأكل زي الكركم والزنجبيل، أو نخلط الحاجتين مع بعض. نيجي للمكسرات المهمة للمناعة زي الكاجو واللوز والبندق والفستق والتين المجفف والمشمش المجفف. نيجي لل الفيتامينات اللي بتقوي جهاز المناعة اللي اتكلمنا عليها. اتكلمنا على الفيتامين ه وفيتامين أ وفيتامين ج والزنك وفيتامين بي 6 اللي بيدعم التفاعلات الكيميائية والجهاز المناعي، مهم جدا. طيب الأطعمة اللي بترفع المناعة بسرعة اللي هي الدجاج والبيض والبقوليات، اللي هي حاجات البروتين الكويس لإعادة بناء خلايا الجسم. والأطعمة اللي هي غنية بالزنك: مكسرات اللوز وجوز الكاجو والبذور زي بذور كتان والشاي وبذور اليقطين. والزنك بالمحار واللحوم الحمراء كميات معتدلة تدعم إنتاج الخلايا المناعية. وبقية الفيتامينات والأطعمة اللي فيها فيتامينات ومعادن اللي اتكلمنا عليها من شوية. أفضل فواكه لتقوية المناعة اللي هي الحمضيات، طبعا في البرتقال واليوسفي والجريب فروت عشان فيتامين ج. الكيوي علشان فيه فيتامين ب 9 اللي هو الفوليك أسيد، وفيتامين سي وفيتامين كاف، وفيه بوتاسيوم وده مهمين لكفاءة كرات الدم البيضاء. كمان فيه الجوافة فيها فيتامين سي مضاد أكسدة كويس. كمان فيه البابايا اللي فيه فيتامين سي وفيه انزيمات هضمة، انزيم البروبلين مهم جدا. كمان الفراولة والتوت اللي فيه فيتامين ج ومضادات أكسدة، والأنسوسيانين مضادات الأكسدة كويسة جدا. كمان الرمان فيه مركبات بتحارب الفيروسات والالتهابات. كمان فيه البطيخ اللي فيه مادة الفلوتاسيون مضاد أكسدة قوي. والمانجا اللي هي فيها فيتامينات وتدعم المناعة، سواء طازة أو نشرب الفاكهة أو نشربها عصير. كمان في عصير الطماطم، والطماطم تعتبر نوع من الفاكهة، فيها فيتامين ج، فيها بيتا كاروتين اللي بتحول فيتامين أ، وفيها مضادات أكسدة كويسة جدا. أفضل مشروبات منزلية لتقوية المناعة: الخلطات بتاعة المشروبات: الزنجبيل مع الليمون مع العسل فيه مضادات أكسدة وفيتامين سي بيعزز المناعة. وشاي الأعشاب اللي هو شاي النعناع مع البابونج، والزعتر للجهاز التنفسي. والكركم الدافي طبعا اتكلمنا عليه. وعصير الزنجبيل والبرتقال والجزر واللي فيه فيتامين ج وفيتا كاروتين. الشاي الأخضر فيه مضادات أكسدة فلافونويد. والحبة السوداء فيها بتدعم المناعة، مهمة جدا. والمشروبات الدافية زي النعناع والعسل والليمون والفراولة. كمان الحليب الذهبي، الزنجبيل والعسل، الشمندر والفراولة والعسل. وعصير الشمندر والتفاح اللي فيه مضادات أكسدة كويسة جدا. قلنا كده الفيتامينات والأطعمة والأعشاب. بكده يكون أقوى أدوية بالنسبة للأطفال للمناعة اللي هو فيتامينون شراب للطفل الأكثر من سنتين. كمان البرونكوفاكسم كبسولات فوق السنة، بياخد الكبسولات على عصير أو زبادي كل يوم مدة 10 أيام كل شهر لمدة 3 شهور على الريق. في كمان في البوبي ام فيون للطفل الأكثر من سنتين، ياخد 5 سم منها. كمان التشيكيمون
اللي فيها بيتا جلوكان مع الاكنيشيا. كمان الباكتو بلس اللي هو اكياس بودره بياخدها الطفل تحت اللسان ويشربها. بكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. هنرجو في النهايه اللي ما عملش اشتراك في القناه رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروا لاكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على الكل توصلكم كل اشعاراتنا، واكتبوا في التعليقات المواضيع والاسئله اللي عاوزين نجاوب عليها، ونتمنى الصحه والعافيه للجميع والسلام.